السلام عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم ان شاء الله؟ يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ما شاء الله يا ربي غادي نعمل معكم واحد 3 تشكيلات ديال الحلوى. صراحه المقادير ديالهم طبعا يكونوا موجودين في كل منزل بساطين، وباش ندوز العيد ديالنا ان شاء الله وعواشركم مبروكه وتبارك الله عليكم. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للحلوى ديال الخليط عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين، ساشيه ديال الزهر، 2 ساشيات ديال الخميره الحمراء ديال 8 غرام، 3 المعالق سكر كلاصي، قبصه ديال الملحه. عندي هنا 4 ديال الزبده، حيدت منها واحد المعلقه. المهم 4 الزبده محيده منها واحد المعلقه. تجيبوا معلقه هكا كبيره وتهزوا منها. نقصتها منها، بغيت نقصها منها. عندي هنايا واحد الكاس ديال الزيت ديال العنبه، هانتوما كما كتشوفوا. عندي هنا تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال اللوز هكا قطعته طريفات، واحد 2 معلقات ديال الزبيب. عندي هنايا 3 المعالق ديال الشنجلان، شويش ديال النافع. دابا غادي ندوز باش نخلط الزبده مع السكر ونتلاقاو ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. ضفت هنايا هاد الزبده كما قلت لكم رابعه، محيده منها واحد المعلقه، شويه ديال الملحه مع السكر كلاصي. ندخل مزيان هاد الزبده في السكر كلاصي. ديك الساعه نضيف الزيت. هانتوما خوتي غضفت هاد الساشيه ديال الزهر. هانتوما اللي دخل ديك السكر كلاصي مع هاد الزبده مع الساشيه ديال الفاني، هانتوما كيولي كريمي هكا. دابا غادي نزيد هاد الكاس د الزيت. هانتوما خوتي من بعد ما خويت ديك الزيت ودخلته مزيان في هاد الزبده حتى كيولي هكا كريمي. هانتوما هي الخليط ديالنا كيولي كريمي. غنضيف الخميره. انا الخميره عندي طريه، داكشي علاش ما غربلتهاش. يمكن لكم ضروري الخميره تغربل. هانتوما غنضيف دابا هاد النواشف. غنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه، غنغربلو. بالنسبه للطحين راه عندي نص كيلو. هانتوما خوتي بعد ما جمعتها دخل ديك النص كيلو ديال الطحين، جاني هو هذاك، ما زدت ما نقصت. الحلوه ديما نخليوها هشيشه باش كتجينا زوينه. هانتوما هي هشيشه رطبه باش كتجينا هشيشه وزوينه. دابا غادي ندوز باش الحلوه الخليط راها عاديه كما كتعرفوها. هانتوما خوتي بعد ما جمعتها ودوزت، انا الصراحه كنعملوها في الميزان لان عرفتوا علاش الميزان كيجيب القياس زوين ومعوض، ما كتجيناش وحده كبيره وحده صغيره وحده مخصره وحده، المهم كيجي قياس واحد داكشي معوض. عملنا فيهم 15 غرام. هانتوما هي 15 غرام. انا عندي هاد الطابع هذا كما كتعرفوا. الحلوى الخليط راه الطابع ديالها معروف كيتباع، ولا بغيتو كاع ما كاينش هذا وما كاينش ديك الطابع كتشدوا هكا المنقش كتبقاو تنقشوا به هكايا حتى منقوشه كتجي زوينه. هانتوما هي انا عملتها هكا هاد الزويقه هكا. علاش انا عملت لها الطحين؟ لان كما عارفين هي ديال الزبده غادا طيب طبعا ما يبقى فيها لا الطحين لا والو. بسم الله على بركه الله. هانتوما بعد ما صوبنا الحلوى الخليط ديالنا دابا راه غادي نعمل معكم الفقاص. واحد الفقاص صراحه كيجي رائع. هانتوما عندي هنايا نص كاس ديال اللوز ونص كاس ديال الجنجلان
واحد المعلقه ديال النافع مع 4 ديال المعالق ديال الماء الزهر. هما في الزكتو تنديرو هكا هاد اللوز كيولي رطاب ملي كنرقدو في ديك الماء الزهر. 4 المعالق اللي عملت هنايا. عندي هنايا كاس ديال الزيت، عندي هنا 4 البيضات، عندي هنا كاس ديال السنيده وقبصه ديال الملحه، وعندي هنايا واحد الساشيه ديال الزهر اختياريه، يمكن لكم ديروا غير الماء الزهر ولا غير ساشيه الزهر. المهم انا عملت هنا ساشيه الزهر. عندي هنا واحد الساشيه حمراء ديال الخميره ديال 8 غرام. عندي هنا نص كيلو ديال الطحين. انا غنشوف على حسب النوعيه ديال الطحين. هاد نص كيلو يقدر كندخلو ونزيد عليه ولا يقدر يجيني هو هذاك. المهم انا نقدر حيت هذا الطحين فايته مجربه كنزيد عليه كاس ديال العنبه ديال الطحين. نص كيلو كنزيد عليه كاس. هانتوما خوتي بعد ما هرست 4 ديال البيضات مع هاد الكاس ديال السنيده غادي نخلطو مزيان. هانتوما غادي نضيف دابا الزيت. هانتوما بعد ما دخلت هاد الزيت مزيان مع السنيده والبيضات دابا غادي نضيف هاد اللوز والجنجلان. كما قلت لكم اللوز والجنجلان ومعلقه ديال النافع. يمكن لكم تزيدوا حتى حبه حلاوه. وملي كتراقدوا هكا في الماء الزهر هاد اللوز كيرطاب ما كيعذبناش في التقطاع. هانتوما خوتي بعد ديك الساشيه ديال الخميره راني خويتها على الطحين. دابا غادي نبدا في الطحين بشويه بشويه. هانتوما خوتي بعد ما دخل ديك الطحين نص كيلو وكاس ديال العنبه كما قلت لكم جاني القياس هو هذاك. هانتوما ديك القياس الطحين ما تزيدوش عليه. دابا غادي نقسمو هكا حريبلات. هانتوما خوتي دابا غادي نعملو هكايا حريبلات. هانتوما خوتي عملت هنايا صفر ديال البيضه واحد 2 معالق ديال الحليب وشويه ديال نيسكافي. هانتوما يا دابا غادي ندهنو الفقاس ديالنا بحال هكايا. هانتوما خوتي بعد ما دوزت على داك الصفر البيضات السر ديال الفقاس ديالنا باش ما يتفقاش هكا من الفوق كنشدو فيه نتا ولا كيردون ولا هكا شي عود هكايا رقيق وتندقوه هكا من الجناب هكايا. هانتوما يا من الجناب هكا باش ما يطرطقش لينا من الفوق. والنسبه للطياب ديالو كما كتعرفوا الفقاس صراحه راه معقد في طيابو. علاش سموه الفقاس؟ حيت كيفقاس. المهم كنشعلوا الفران ديال الكاس ما كنشعلوه حتى كنحطوا الفقاس ديالنا في هذا في الفران. ملي كنحطوه في الفران عاد كنشعلوا الفران ونشعلوه غير من التحت ونشعلوه بحال الشميعه. بحال الشميعه شتو الشميعه مهيل. بالنسبه للفران هذا الضو كنعملوه على 140 درجه كنشعلوا ليه حتى هو غير من التحت. العافيه شحال كانت مهيله باش كيصدق معنا الفقاس ما كيطرطقش وكيطيب على خاطره. هانتوما يا المهم كندوكو غير هكا بالفنته غير هكا. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للحلوه ديال التمر عندي هنايا كيلو و200 غرام ولا كتعبروا بالكاس ديال العنبه 10 ديال الكيسان ديال الطحين. عندي هنا نص كيلو ديال الزبده. عندي هنا كاس ديال السكر كلاصي مع قبيصه ديال الملحه، كاس ديال الزهر، كاس ديال الزيت، واحد 2 معالق ديال الخل، وهنايا شويش ديال الخميره ديال الحلوه. هانتوما شويه. هانتوما الزبده راه كنحكها باش كتسهل عليا في الخدمه. هانتوما من بعد ما حكيت هاد الزبده كامله دابا غنضيف هاد السكر. هانتوما من بعد ما دخل ديك السكر كلاصي في هاد الزبده دابا غادي نضيف الزيت. هانتوما من بعد ما دخل ديك الزيت مع الزبده دابا غادي نزيد هاد الماء الزهر. غنزيد هاد 2 معالق ديال الخل. هانتوما خوتي دابا غادي نزيد هاد الرويس المعلقه الخميره وغادي نبقى نضيف الطحين بشويه بشويه حتى نجمع العجينه ديالي.
هانتوما خوتي من بعد ما جمعتها هانتوما العجينه كتجي زوينه رطبه. هانتوما هي دابا غادي نعملها في السلوفان وعادي نخشيها في الثلاجه على ما نصاوب الحشوه. هانتوما خوتي الفقاس ديالي من بعد ما طاب. هانتوما هي دابا الفوطه فزقتها بشويه ديال الماء، تقريبا خدا لي ساعه الا ربع عندي في الفران. دابا عملت هاد الفوطه فاسكه شويه، دابا غنعمل له هاد الميكا هكايا صافي، وغادي نخليه حتى يبرد مزيان وغادي نقطعو. نقدر نخليه ليله كامله، نقدر نخليه غير 3 سوايع 4 سوايع ونرجع نقطعو. المهم نحاولوا نطبقوه مزيان. باقا غنضرب بواحد الميكا اخرى ونزيد واحد الفوطه هكا من الفوق ونخليه. هانتوما خوتي الفقاس ديالي من بعد ما بات ليله كامله، وانا قلت لكم الا كنتو زربانين نعملوه في كونجيلاتور ولا خليوه غير 4 سوايع 3 سوايع وقطعوه. انا راه نسيت ما عملتش ديك فرشيطه هدايا. شوف راه جا مشرط الراس. وهانتوما جا زوق راسو براسو. بسم الله دابا غادي نقطعو. الموس ضروري يكون ماضي. هانتوما التقطيعه الاولى. بسم الله. هانتوما خوتي الا بغيتو يجيكم كبر كتحاولوا تميلوا الموس هكا، بغيتو يكون يجي عادي كنقطعوه عادي. هانتوما خوتي من بعد ما حيت العجينه ديال هذا ديال الحلوه راه كترتاح، عندي هنايا نص كيلو ديال التمر هذا جاهز. يمكن لكم تعملوا التمر طري وتبخروه لراسكم وتمسوه كيجي على هذه الطريقه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده كبيره هكا مقببه. عندي هنا معلقه الزهر اختياريه، يمكن لكم ديروها يمكن لكم ما ديروهاش. عندي هنا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه و4 المعالق ديال الجنجلان. من بعد ما طحنتو مزيان محمر ومطحون. هانتوما دابا غادي ندوز باش نخلط هاد الزبده. غنضيف هاد معلقه الزهر، غنضيف هاد الجنجلان مع القرفه صافي. غندخلو فيه مزيان ونطلقوه. هانتوما خوتي من بعد ما صايبت العجينه ديال التمر عملت في هذه 17 ديال الغرام وهذه 7 غرام باش كتجينا الحلوه ديالنا مقدوده ومعوطه. ولكم الاختيار عينكم ميزانكم. يعني انا الصراحه شي كنديروا بالميزان شي هكاك، ولكن كيجوني مقادين. كنشدوا هاد العجينه نعملوا لها بحال هكا، كنجيبوا هذه الحشوه ديال التمر كنديروها في وسط العجينه هكا، كنسدو مزيان باش ما تحليناش. هانتوما هي هانتوما الا بغيتو ديروا هذاك الطابع ديال المعمول ولكن هذه منقوشه الصراحه كتبقى هي زوينه. هانتوما كنجيب المنقاش تنبقى هكا 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 هكا. ملي كنبغي نرجع ترجع بشكل عكسي هكايا هكا 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 هكا. هانتوما هي عاوتاني كندور من هاد الجهه. هانتوما خوتي الحلوه ديالنا من بعد ما طابت تبارك الله. شفتوا النقيشات ديالها كيفاش كيبانوا، كتبقى تبارك الله. ما خصكمش تكثروا الخميره، لان الا كثرنا الخميره كينطافوا لينا هاد النقيشات. هانتوما بقات تبارك الله جات العجينه هشيشه وغزاله. هانتوما هذه هي الحلوه. دابا غنعمل ليها السكر كلاصي ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي اخوتي ديال الفيديو ديالنا بعد ما سالينا الفقاس والحليوات ديالنا. نتوما كيفاش طلعوا معنا. شوفوا الفقاس ما شاء الله جا هشيش ورطاب. هانتوما تبارك الله يعني فيه ديك التقرميشه وفي نفس الوقت هشيش. الا جربتوه راه ما تندموش الصراحه. عطاني كميه زوينه. وهذا الفقاس معتمد عندي شحال هذه من عام وانا كنعملو. هانتوما هي هذه الحليوات الخليط تبارك الله حتى هي رائعه. جات هي كتفت تتعيب وحده. هانتوما هي هزيت غير الحبات في التتعيب وحده. شتا غزاله تبارك الله. المهم هذه الحلوه ديال التمر حتى هي تبارك الله كتعطي كميه كثيره.
هانتومايا حتى هي جات غزاله كما قلت لكم. غير ما تكثروش الخميره باش كتحافظ على النقش ديالها، ما كتوليش هاد النقيشات كيبقاو باينين، ما كتوليش سامبل. هانتومايا وتبارك الله عليكم. انا واقيلا هذا الفيديو اللي غنعمل معكم، واخا تبارك الله غنعمل شكيلات بزاف، ولكن هادشي اللي غنحط معكم لان الحال دركني. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد مسبقا ان شاء الله بالصحه والسلامه، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.